تحية طيبة لكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية نستهلها بمقاييس الأمطار المسجلة إلى غاية 6 من صباح هذا اليوم. بطنجة سجل 9 ملم، بالدار البيضاء 6 ملم، فاس، القنيطرة، الرباط، سلا وبن سليمان 4 ملم، بمكناس 3 ملم ومليمترين بالنواصر، سطات وتازة. وفي صورة الساطل لنهار اليوم أجواء مستقرة وصافية على العموم. وغدا بإذن الله سيبقى الطقس باردا بمناطق الأطلس بالهضاب العليا الشرقية وبالجنوب الشرقي هذا، وستغطي السحب كثيفة السهولة الشمالية والأطلس ابتداء من الظهيرة، وستعطي بإذن الله أمطار أو زخات أحيانا رعدية. درجات الحرارة ستنخفض إلى 9 درجات تحت الصفر ببلمان، 4 درجات تحت الصفر بإفران، درجة تحت الصفر بمكناس، خنفرة، فيجيج، بعرفة، وجدة وتازة. كما ستسجل درجة صفر بوزان وفاس، درجتين بالرباط، العرائش وطنجة، و4 درجات بمدينة الحسيمة. خلال الظهيرة مرتقبة 15 درجة بالسعيدية، 14 درجة بتطوان، الحسيمة، الرباط والدار البيضاء، و12 درجة ستسجل بفيجيج ومدينة الناظور. بالمناطق الوسطى طقس جد بارد بالجنوب الشرقي وبمناطق الأطلس، وسحب كثيفة تغطي السهول المجاورة للأطلس أو السهول الغربية للأطلس، ستكون مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية خلال الظهيرة. درجات الحرارة الدنيا ستصل بإذن الله إلى درجة صفر بكل من بني ملال والراشدية، درجتين بورزازات، 3 درجات بأرفود وزاغورة، 4 درجات ستسجل بمدينة مراكش، 7 درجات بآسفي، 9 درجات بالصويرة، أكادير وقليمين. وخلال الظهيرة مرتقبة 21 درجة بقليمين، 19 درجة بتارودانت، أكادير وسيدي إفني، 15 درجة بمراكش وبني ملال، و12 درجة ستسجل بمدينة الراشدية. شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة ستكون الأجواء مستقرة وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا، درجة الحرارة أدناها ستصل إلى 9 درجات بطنطان، الزاق والسمارة، 10 درجات بالعيون، بكرة وقلت الزمور، و14 درجة ستسجل ببوجدور. وخلال الظهيرة مرتقبة 23 درجة ببوجدور، بكرة وقلت زمور، 22 درجة بالسمارة، 21 درجة بطنطان، طرفاية والعيون. وبأقصى الجنوب أجواء مستقرة أيضا مع ظهور السحب من الأجواء العليا، درجة الحرارة أدناها ستصل إلى 14 درجة ببئر إنزران، 15 درجة بأوسرد والدخلة، و16 درجة ستسجل بالقويرة. أما المقاييس العليا ستصل إلى 29 درجة بأوسرد، 28 درجة ببئر إنزران، 27 درجة ستسجل بالقويرة، و26 درجة بمدينة الدخلة. البحر سيكون هادئ إلى قليل الهيجان بسواحل الواجهات المتوسطية، هادئ بسواحل البوغاز، هادئ إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية. المد في تمام 5 صباحا و38 دقيقة، وفي تمام 7 مساء و10 دقائق، والجزر في تمام منتصف الليل و20 دقيقة، وفي تمام 1 بعد الزوال. شروق الشمس على الساعة 8:38 دقيقة، والغروب على الساعة 6:26 دقيقة. يوم الثلاثاء المقبل الأجواء ستكون غائمة، وستعطي بمشيئة الله أمطار أو زخات أحيانا رعدية بمعظم المناطق الشمالية، فضلا عن تساقطات ثلجية بقمم الأطلسين المتوسط والكبير بمرتفعات الريف وبالهضاب العليا الشرقية أيام الأربعاء والخميس والجمعة. طقس غائم وممطر بالشمال والوسط بمنطقة سوس وأيضا بمناطق الأطلس، تساقطات ثلجية ضعيفة منتظرة بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير. والآن مشاهدينا سنتعرف على أحوال الطقس بعواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط.
شكرا على وفائكم مشاهدينا وإلى اللقاء.